The Revenge of Lady Blanche. It was a murder, but hardly a crime. A darling of London society, and one of the most influential ladies in Britain. Her love beauty, mysterious past, and blazing passions are scrutinized by all from shopgirls to royalty. She would do anything to climb the social ladder. Still further, her latest scheme is to poison her husband, Lord George, inheriting his wealth and burying his secrets forever. Her fragrance reflects her very essence. A green flower, narcotic, charmingly dangerous. The Revenge of Lady Blanche. ده شكل الإزازة وهي على شكل الأسد ده، ولون السائل الأخضر الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض. البرفيوم دي مكونة من 3 نوتات بس مفيش غيرهم. أول حاجة فيهم هي افتتاحية قوية من الخضار، وهي ممزوجة بالأرس أو زهور السوسن والنرجس. عشان أحاول أوصف بنهاليجان ليدي بلانش أقول لكم إن الخضار اللي موجود في الإزازة دي الخضار اللي فيها ده مخدر، موديني شوية ناحية كريد جرين ايرش، واخدة نفس الجو بتاعها ونفس الاتجاه بتاع الافتتاحية الخضراء. وانا بشوف ان النقاء بتاعها تقريبا نفس النقاء، وبالنسبه للاداء انا بشوفه اداؤه جيد جدا ومرضي بالذات في فصل الشتاء، وانا شايف ان هو ملائم اكتر للاجواء الليليه. في ناس تشمك تبقى متخيلك ان هي دي ريحتك الحقيقيه، يعني ان ده مش بيرفيوم انت حاطه او حاجه، بس هيحسوا فيك ان انت زي ريحه نظافه. هي من العطور اللي تصلح بلايند بوي، يعني انت ممكن تشتريها او انت ممكن تشتريه وانت ما شميتهاش قبل كده. هي بيرفيوم جميله جدا، هتحسسك بالنظافه، هتحسسك بالنقاء، هتحسسك بخضار جميل جدا. كل ده اللي انا عايز اقوله عن ليدي بلانش، واستنوني المره الجايه مع ويليام بنهارجن.